لو ما شفتش الأجزاء اللي فاتت من حكاية إيفان فصدقني فايتك كتير أوي. لو ما تعرفش مين هو إيفان فده شاب مليونير وقلبه طيب، ولكن اتغدر بيه من أقرب الناس ليه، سجنوه الكل بعد عنه، ولكن خرج من السجن وقرر ينتقم. وركز بقى معايا، الأول طبعا اذكر الله وصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويلا بينا نكمل يا صديقي. بعد ما شفنا اندريك فبيقولوا يلا نروح نتسلى عليهم، وبعد كده بقى اندريك بيقول لايفان انت برضو جيت الحفله؟ فارثر بيرد وبيقول له انت اكيد جاي علشان نضحك عليك تاني صح؟ لان انا زي ما توقعت مش شايف في ايدك اي دعوه. وارثر بيتنمر عليه وبيعرفه وايفان بيتكلم بثقه كبيره وبيقول لهم انا مش محتاج لدعوه علشان ادخل هنا. فمارك بيضحك وبيقول له هو انا مش قلت لك يا عم اخر مره تروح لدكتوره امراض عقليه؟ ما رحتش ليه؟ ده انت حالتك بقت صعبه قوي. ومارك بينده كده على الحراس وبيقول لهم ازاي الحقير ده الباب، وبيروح يضرب مارك واللي بيكون واقف كده علشان ما يخشش وبيجيبه على الارض وبيقول له دي زاويه كويسه كده علشان تتفرج منها عليا وانا بخش. فمارك بيتعصب بس اندريك بيهديه وبيقول له سيبك منهم، يلا احنا بقى علشان نخش الحفله هتبدا دلوقتي. فارثر بيقول له ايوه عندك حق، لان احنا مش فاضيين نضيع وقت مع الفقراء ومش هيسكت على الكلام ده. وبيقول له رن لي يا ابني على رئيسك. فالحارس بيقول له الحفله دي محترمه واللي بتعمله ده اكبر غلط، وبيطلب منه يمشي في هدوء احسن له. ومارك بيمسك الحارس وبيسأل همسكك اعمل منك بطاطس محمره. ومارك بيجي وبيقول لارثر خلاص سيبك منه علشان مهما حصل مش هيحصل. فالحارس بيقول لارثر هتمشي من هنا ولا اطلب لك البوليس؟ هوبا الملعب ولع. عايز اقول لك الاحداث بتزداد حماس. يا ترى بقى ارثر هيعمل ايه؟ ويا ترى ايه اللي هيدور بالظبط يا صديقي؟ فعلشان يوصلك الاحداث الجديده يبقى ظبط بقى الدنيا كده وروق الكلام واشترك في القناه وارزع اللايك الجامد للفيديو، والاهم طبعا اذكر الله وصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبس كده، سلام يا صديقي.